استني يا نور. نعم. بقول لك ايه، ما فكك بقى من حكايه الورث بقى والكلام ده، عشان ممكن مامتك واخوك يزعلوا. يزعلوا ليه؟ هو انا هطالب بحاجه؟ ده انا هطالب بحقي. ايوه ما انا عارف في حقك، سيبيها كده لظروفها وان شاء الله هم هيدوكي حقك، هم يعني مش هياكلوا عليك ولا حاجه. وتعالى نرجع، تعالى نرجع عشان بدل المشاكل اللي تحصل دي. الفلوس دي ليا وليك ولعيالنا، انت بتتعب تشقى في شغلك كتير قوي، انا عايزه اساعدك. يا نور طب بقول لك ايه، سيبك انت من اللي انت تساعديني، انت لو عايزه حقك يا بنت الناس خشي وهتتكلمي معاهم، انا مش هقدر اخش ولا اتكلم لان ده حقك انت، انا هستنى هنا. براحتك اللي انت شايفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ست هاني؟ ازيك يا شريف، عامل ايه؟ الحمد لله والله. امي جوه؟ اتفضلي اتفضلي. شكرا. هي عامله في نفسها كده ليه؟ دي هلهوله قوي بقى العز ده كله وجايه لابسه لبس شحاتين. الله المستعان، ربنا يعينها على اللي هي فيه. يلا يا امي. يلا يا حبيبي. يلا يا جيجي. السلام عليكم. ازيك يا ماما؟ ازيك يا احمد يا اخويا؟ ازيك يا مرات اخويا؟ عاملين ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وجايه عايزه ايه؟ جايه اشوفك يا ماما واطمن عليكي انت واخويا. تشوفيني ليه يا حبيبتي؟ حد قالك ان انا في العنايه ولا حاجه؟ بعد الشر عليكي يا حبيبتي، بس انا جايه عشان اقول لك ان انا محتاجه فلوس ضروري من فلوس ورثي. قولي كده بقى، ورثك؟ ورث ايه؟ انت مجنونه ولا انت اللي كده؟ انت يا بنتي حصل في عقلك حاجه؟ انت مالكيش ورث عندنا، كل العز اللي انت شايفاه ده بتاع احمد اخوكي، لكن انت روحي عيشي مع الجربان اللي انت اخترتيه واتجوزتيه. عايزه ايه؟ عايزه الخير ده والفلوس والعز ده كله يروح لجوزك ده اللي مش لاقي ياكل. ماله جوزي بس يا ماما؟ ماله؟ عمل لك ايه؟ نفسي اعرف بتكرهيه ليه كده. ماله؟ روحي بصي له يا حبيبتي، شوفي هو فين واحنا فين. بس انا بطالب بشرع الله، مش ده حقي؟ شرع الله خليه على جنب، وانا اضرب مصلحتي ومصلحه ابني. كل حاجه هتبقى باسم احمد. اقولك لا، برتقان. يلا الحقي جوزك. انا مش جايه اشحت منك يا ماما. بقول لك ايه يا اختي، ما تسديش نفسنا عن الاكل، احنا عايزين ناكل بقى اللقمه كده، مش عايزين يتبصلنا فيها. قالت لك اتكلي على الله. انا مش اختك يا احمد. ايه جو الصعبانيات؟ انت اتعلمتي منه الشحاته، انت ما بقيتيش بنتي، لا لبسك ولا شكلك. ايه القرف ده يا ماما؟ اللي انا فيه ده يا ماما بسبب اللي انت بتعمليه فيا. لو اديتيني حقي من الاول كان زماني مش مبهدله كده ولا مرميه في الشوارع باولادي بدور على اللقمه. حق؟ حق ايه يا ام حق؟ هو انت اشتغلتي بيهم وانا معرفش؟ هو انت مفكره يا بنتي ان الفلوس دي بتاعتك انت، ولا ممكن اوديها للجربوع ده؟ انت بتحلمي. لا، دي فلوس ابني، انا خلاص هكتب كل حاجه باسم احمد. هتقولي ايه ربنا؟ مالكيش دعوه، ده شيء بيني وبين ربنا، وساعتها بقى انا يا ستي اللي هتحاسب مش انتي. شكرا. وفرتي. تعالي يا امي ما تزعليش نفسك، تعالي عشان تعرفي تاكلي اللقمه كويس. معلش بقى جت عكننت علينا. خلاص ماليش نفسي يا احمد. لا يا امي انا مش هاكل من غيرك. والله يا حماتي انت خير ما عملتي، اللي عملتيه ده هو صح الصح. احمد هو ابنك حبيبك اللي يستاهل كل الورث، طبعا يستاهل كل الفلوس، مش كده يا احمد يا حبيبي؟ اكيد طبعا، وهي عملت الصح. يلا يلا شفتي يا جيلان؟ شفتي انا بحب ابني قد ايه؟ ايوه يا حماتي. اتفضلي يا حبيبتي كلي. ميرسي يا حبيبه قلبي. سدت نفسنا بصراحه عن الاكل. طب يلا بقى انا يا حبيبي. احمد يا امي انا هاكل عشانك انت بس، مش عشان خاطر هي جت وسدت نفسي. بالهنا يا حماتي. ميرسي. يا ست هاني مالك خير؟ مفيش يا شريف. طب اقول لك على حاجه، انا كنت عايز اسالك سؤال واحد بس يا ست هاني. اتفضل. الله العز والمعمعه والدنيا دي كلها انت مالكيش فيها نصيب، ايه اللي موصلك للشحتفه دي؟ امي واخويا واكلين حقي ومش عايزين يدوني ورثي. ليه خير؟ كفانا الشر. مفترين. طب هقول لك على حاجه يا ست هاني. قول. اللي يساعدك في الموضوع ده تعملي معاه ايه واجيب لك حقك منهم تالت ومتلت.
ده اللي يساعدني، ده اللي يساعدني احلله بقه واديله اللي هو عايزه كله. طب اقول لك ايه يا ست هاني؟ قول. سيبي الموضوع ده عليا وما تعوليش هم اي حاجه. بصحيح انا هخلص لك كل حاجه. لما نشوف. ايه رايك؟ هتكل عليك. ونعم بالله. يلا سلام عليكم. الله ثم عليا. سلام عليكم. مع السلامه يا ست هاني. ايه يا نور؟ في ايه؟ خلاص فهمت. انا قلت لك يا بنت الحلال الموضوع ده ممكن يجيب مشاكل. هو على ايه على ده كله يعني؟ بكره ربنا يكرمني واجيب لك كل اللي انت عايزاه. يلا خلينا نروح. يلا. والنبي يا حماتي لا تدوقي. ايه رايك بقى؟ عمايل ايديا قولي. تحفه، حلو قوي 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 من ايدك يا جيلان. رجهنا والشفا. تسلمي لي. ريامل منورانا. ده نورك يا حبيبه قلبي، انت اللي منورانا لان الفيلا بتاعتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. بس عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. احمد عارف يختار. انا مبسوطه منك قوي قوي يا جيلان. ميرسي يا حماتي يا حبيبتي. حبيبي. بقول لك ايه يا حماتي؟ هو انت نور كان قصدك بجد تهدديها بس ولا فعلا هتكتبي الفيلا باسم احمد حبيبك ابنك؟ لا، اهددها ايه؟ انا كل حاجه املكها هتكون باسم احمد. واقول لك على حاجه كمان، النهارده هكتب كل شيء باسمه. بجد والله يا حماتي؟ طبعا. ربنا يخليكي ليا. انا يا مش عارفه اقول لك ايه. تسلمي لي. تسلمي يا حبيبه قلبي. عشان بعد كده كلي اتفضلي. لا انا خلاص شبعت. لا كلي كمان. لا والنبي لا تاكلي. خلاص انا بعمل دايت يا شيخه كلي بس حته كمان. لا دوقي يا عمايل. بابا ايه يا مالك؟ هو انت فعلا يعني مش هتدي عمته الورث؟ مالك انت ايه اللي بتتكلمي فيه ده؟ عمتي اللي تاخد ورث. بس يا حبيبتي كل ده لباباكي وفي الاخر هيروح لمين؟ ليك انت. وبعدين عمته متجوزه وعندها اللي يصرف عليها، جوزها. بس كده حرام يا بابا. حرام. بص يا ملك، الموضوع ده ما تتكلميش فيه تاني، ويلا اطلعي على اوضتك. انت اللي هتعرفين الحرام من الحلال. رايح فين يا احمد؟ انا كنت خارج، في حاجه ولا ايه؟ ايوه في. مامتك هتكتب لك كل حاجه، انا اتاكدت. يعني هي ما كانش بتهوش اخته وبتقول لها كده بتهددها وخلاص؟ الموضوع بجد؟ لا الموضوع بجد وحقه حقيقي. دلوقتي الفيلا والميراث كله هيبقى لينا، هيبقى ليك يا احمد. بس انت اتاكدتي؟ ايوه اتاكدت، الفلوس كلها لينا. طب بقول لك ايه، عشان دم وانا عارفها، انا عايزك تروحي تتكلمي معاها وتزن عليها، وانا هروح دلوقتي اجهز الاوراق التنازلات والعقودات، بس تفضلي وراها عشان ممكن دلوقتي تقول لك هكتب، كمان شويه ترجع في كلامها. لا مش هترجع في كلامها ولا حاجه، بس يلا روح هات الاوراق وتعالى. بس انت ما تسيبيهاش، روحي دلوقتي مش تتكلمي هسيبها. هو انا دي تتساب؟ زن على دماغها. ما تخافش عليا. يا سلام، اخيرا كل حاجه هيبقى بتاعتي انا، ولا حد بقى يجي يقول لي ورثي ولا حقي، واتصرف زي ما انا عايز. هوا اجهز كل حاجه. بقى كده يا بابا فعلا هياخد ورث عمته؟ انا لازم اتصرف. هو اللي انا عملته ده كان صح ولا غلط؟ لا صح طبعا، وصح الصح كمان. ما هو ما كانش ينفع واحد زي اللي اتجوزته ده يتمتع بفلوسنا وبالعز ده كله، وبعدين خلاص هي بقت في رقبة راجل يصرف هو عليها بقى. بقول لك ايه يا حماتي؟ خير يا حبيبتي؟ مش انا قلت لاحمد وفرحته؟ على ايه؟ قلت له ان انت قلتي لي الصبح ان انت هتكتبي كل حاجه باسمه. طيب ومستعجله ليه كده؟ انا كنت هتكلم انا مع ابني. مش مستعجله ولا حاجه، بس انا قلت يعني نلحق كده في حموتها نخلص من القصه دي. وخير البر عاجله. وهو قال لك ايه؟ قال لي ان هو راح يجيب الاوراق والعقود عشان ان شاء الله نخلص القصه دي النهارده ونخلص بقى من الوش ده، ونور دي بقى تشوف حالها كده مع جوزها. تمام، كويس ان انتي عملتي كده برضو. ايوه يا حبيبي. اوكي، انا هعمل كام تليفون كده على ما احمد يجي. ماشي حماتي. وبعدين اندهيلي عشان امضي على العقود. تحبي اعمل لك كوبايه شاي يا حماتي؟ ميرسي. تسلمي. تمام قوي كده، دي كده خلص. السلام عليكم.
نور ايه يا عماد كلمتني؟ خدي يا نور، انا صلحت موتور اهو، والراجل اداني عربون 200 جنيه. خدي بقى شوفي الحاجات دي، الحاجات اللي انت كنت عايزاها وهاتيها. لا البيت مش محتاج حاجه. لا يا نور، انت بتمشي من غير ولا جنيه. لا انا الحمد لله انا معايا 5 جنيه اهي، يبقى مواصلات لحد ما اجيلك البيت. احنا مش محتاجين حاجه والله، البيت كله مليان خير. يا نور هاتي بقى الحاجات اللي ناقصه في البيت. مفيش حاجه ناقصه والله يا بنتي. انا عامل على زعلك. يا عماد ده انا بدور عليك، ازيك؟ اهلا وسهلا. تعالى. ازيك يا ست هاني؟ الحمد لله. خير. ده عشان عايزكم في كلمتين. قول. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الست هانم قالت لي ان هم مش عايزين يدوها حقها، وحقها هو حقك. ايه رأيك لو انا جبت لك حقك؟ الناس دي بتثق فيا ثقة عمياء، وانا اقدر امضيهم على ورقة، اجلونهم في حوار، اعمل حاجة بحيث ان انا ارجع لك حقك وحق المدام اللي شقيانه وشاربه الكوته معاك. ده انا لفيت عليك ما رضيتش احل الا لما اقع فيك يا عماد. قلت ايه في اللي انا بقول لك عليه؟ وهتبقى من اغنى الاغنياء والدنيا هتروق معاك بدل تصليح المواتير والجددان اللي انت فيه. ايه رايك بقى يا عم عماد في تشغيل الدماغ اللي انا فيه واللي عرضته عليك؟ بص يا شريف، شكرا لمساعدتك. لا انا ما اقبلش اي قرش حرام. ده مش حرام يا بابا، مش حرام. ازاي مش حرام؟ ده حقي وحق عيالي. حقك وحق عيالك، مش هما اللي بيعملوا معاك ده حرام؟ ايوه حرام. احنا برضو لو خدناها بالطريقه دي يبقى خدنا حقنا حرام، يبقى زينا زيهم. يا نور اعقلي كده وركزي، الفلوس مش هتعمل لك حاجه. الكفن يا بنتي ملوش جيوب، فهمتي؟ بس ليه ناس اكلتكم، وانا دلوقتي هتدخل ان انا اجيب لكم حقكم. في حد يشوف حد هيجيب له حقه ويسيبه كده؟ وبعدين انا مش عايز منك انت حاجه حالنا يعني. انا مش عايز منك حاجه، انا طمعان فيهم هم حاجه بسيطه، وهجيب حق المدام وهتعيشوا في زغطه انتوا الاتنين، وايه لما تحلوا لي بقي وكلنا استفدنا. حللك بقك، شغل مصالح يعني. بص يا شريف، انا بشتغل وبشقى وبجيب رزقي بالحلال، ما اقبلش جنيه حرام على بيتي. ده مش حرام. لا ده كده حرام. لا مش حرام. ما خدناش بطريقه شرعيه، المفروض هناخد حقنا بالطريقه الشرعيه، مش نسرقه. الورث اللي ابويا سايبهولي. ورثك تاخديه بالمحاكم ماشي، لكن كده يبقى احنا كده لا مؤاخذه زيهم. حبال المحاكم طويله. ربك موجود وكل حاجه باوانها. ونعم بالله. بص يا ست هانم بقى، اللي انا شايفه ان جوزك داخل لنا في سكه المشيخه، فطالما هو داخل في سكه المشيخه يبقى براحته، واللي معاكم اعملوه. سلام عليكم، انا قلت اللي عندي. وعليكم السلام. ينفع كده برضه؟ بص يا نور، انت ايه اللي تعبك في دنيتنا؟ قلة الفلوس يعني؟ ما ربنا سترها والحمد لله. نفسي البس زي الناس هدمه حلوه جديده، والعيال يفرحوا ويلبسوا هدوم جديده، يبقى عندنا بيت حلو ويرمحوا فيه كده ويتبسطوا. انت عارفه الانبساط بايه؟ مش بالفلوس، الانبساط في الرضا، اللي انت ترضى باللي انت فيه، هو ده الانبساط. انا لما اخش البيت والاقيكي مبسوطه كده ومرتاحه نفسيا، انا كده يبقى مرتاح. بص يبقى اسعد واحد في الدنيا. ارتاح ازاي وانا حقي متاخد؟ قول يا رب. مش ابويا سايبهولي؟ يا نور مش عايزين ناخده بطريقه غير شرعيه. انت كده سلبي. انا كده سلبي؟ خلاص يا نور، اللي انت عايزاه اعمل ايه؟ بس خدي بالك، انت لو عملت اللي في دماغك دي وسمعت كلام البني ادم اللي كان هنا ده، انا مش هعمل كده ومش هكسر كلامك، بس لازم تقف جنبي. طيب انا هقف جنبك بس بالاصول. حاضر. خلاص يا نور؟ حاضر. اتفضلي. انا مش عايزه حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب اعمل ايه بس؟ ما انا لو مشيت ورا كلامها كده يبقى اخدت الفلوس كده حرام في حرام، وانا ما اقبلش على نفسي قرش حرام ولا على اولادي. انا احسن حاجه اصلح المواتير ورزق على الله. تيتا. عيون تيتا اقعدي. ايه يا ملوكه؟ تيتا هو انت فعلا هتعملي كده؟ هتظلمي عمته؟ كذا مره اقول لك يا ملك لما تيجي تتكلمي معايا علي صوتك. قولي. ماشي يا تيتا، انا بقولك يعني بجد كده حرام، حرام تظلمي عمته. انا بظلم يا ملك؟ ليه كده يا حبيبتي؟ ده انا بقول انا بحب ملوكه في البيت ده كله. بس كده حرام يا تيتا. ليه يا حبيبتي؟ ده انا بكتب كل ده لباباكي انت. لا باباكي يا حبيبتي هو ابني وحبيبي وسندي،
هو ده سندي في الدنيا فعلا، مش عمته اللي هتاخد كل حاجة وتروح تديها لجوزها. بس كده يا تيتا انت بتظلمي. برضو يا ملك؟ طيب قومي شوفي وراكي ايه عشان خاطر تعمليه وسيبيني قاعدة شوية. ماشي يا تيتا. هي بتتكلم جد ولا عندها حق؟ لا حق ايه يا وفاء؟ انت فكرتي كويس، وبعدين انت وعدتيهم اصلا وقلتي خلاص ان انت هتكتبي كل حاجه النهارده، فخلاص ما ترجعيش في كلامك. وبعدين ده فعلا ابني وسندي، هو اللي باقيلي في الدنيا. ازاي اكتب حاجات لواحد غريب وابقيه على ابني؟ هو احق بكل حاجه. خلاص. اتأخرت ليه يا أحمد؟ بس أنا مش فاهمة، كل ده بتجيب الورق؟ استغفر الله العظيم، لحسن ترجع في كلامها. ايه ده انت جيت؟ ايه انت انا جيت؟ خلاص جبت اهو الورق وخلصت كل حاجه. امي فين؟ جوه. الحق بقى لحسن ترجع في كلامها. عندك حق. اضرب على الحديد وهو سخن. ده هي كده كده ما تتضمنش، في ثانيه الا ثانيه ممكن ترجع في كلامها. يلا خش انجز. يا امي. حبيب ماما، عامله ايه؟ الحمد لله. بص بقى يا ست الكل، بصراحه كده لما مراتي قالت لي ان انت خلاص قررتي تكتبي لي كل حاجه النهارده وتتنازلي لي عن كل حاجه، ايوه انا رحت جهزت العقودات والتنازلات كمان. كويس يا احمد، حلو ده. امسكي بقى كده يا حبيبتي بايدك الحلوه دي كده، وعايزك تمدلي هنا. ماشي. اهم حاجه يا احمد ما تفتكرش عشان انا كتبت لك كل حاجه ان انا كده خلاص ماليش حاجه بقى وماليش كلمه عليك. ده ماشي؟ كل حاجه بتاعتك يا ست الكل، احنا لنا غيرك. احنا لنا بركه الا انتي حبيبه قلبي. حماتي يا حبيبتي. استني يا امي. وهنا كمان. ايوه اهم شيء انك تحافظ على المال ده كله وتكبره. ده انا هزودهولك يا ام، انت هتشوفي. ايوه عشان اضعاف اضعافه. طبعا عشان اختك كمان ما تفكرش ان انا خلاص كده طالما كتبتهولك يبقى انا خسرت كل حاجه. شيل اختي دي بقى من دماغك خالص. تسلم ايدك، وكده نقدر بقى ايه نفرح بالمناسبه السعيده دي. مبروك يا حبيبي. مبروك علينا كلنا يا امي. انا بقى دلوقتي هروح كده اغيب عنك نص ساعة عشان محضر لك مفاجأة. مفاجأة ايه؟ لا مفاجأة بتتقال برضه. عندك نص حق. ساعة بس. مبروك عليك يا احمد يا حبيبي. خليكي مع امي واللي هي عايزاه ونفسها. عينيا عينيا الاتنين. ماشي؟ ما تقلقش، جيجي واخده بالها مني كويس. تسلمي يا حماتي. هقوم اعمل لك بقى كوبايه الشاي. ولا اي حاجه، انا مبسوطه كده. المهم خلاص كل حاجه بقت باسم احمد دلوقتي، تاخدي بقى بالك منه كويس قوي. ده في عينيا. لا عينه تروح كده ولا كده. لا ابدا، ما تقلقيش منه. ايوه ماشي. ربنا يخليكي لينا يا حماتي. تسلميلي. يا سلام يا دي يا احمد، حلمك اتحقق وكتبت كل حاجه باسمك. بالمناسبه دي بقى هروح اجيب لها ايه حاجه حلوه ونخليها مفاجاه. يا احمد ايه يا حبيبتي في ايه؟ انت رايح فين؟ بصراحه كده بالمناسبه دي بقى كده قررت فيه خاتم الفص بتاع الماس، هجيبه لماما. الماس ايه وزفت ايه؟ ايه يا بنت اللي بتقولي ده؟ امال ايه؟ مش فاهم. مفيش داعي للصرف والبعزقه دي. هو ايه اللي مفيش داعي؟ انت مش شايفه هي عملت ايه عشاني؟ دي كتبت كل حاجه باسمي. طب وماله، ما انت ابنها الوحيد وحيلتها. ايوه يعني اعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ روح هتلاقي حته تورتايه كفايه قوي، بلاها المصاريف. حته تورته؟ فكر شويه. وانت احنا بيها. عندنا بنت. لا ده انت بعيد عن كده. لما اجيب لها الخاتم مع الوقت ممكن اختي تطلب بحقها وتعرف توصل لامي وتاخده، وفي الاخر ينوبك انت ايه ولا حاجه. روح هات حته تورتايه واتكل على الله. طب بص انا هاخر بره شويه بحجه ان انا ايه بدور كده على حاجه قيمه وحاجه حلوه اجيبها لها، وان انا ما لقيتش، وانت بقى عايزك تخليكي جنبها، وبحيث لما ارجع بالتورته هبقى اقول لها ده انا من ساعتها داير الف على رجل عشان اجيب لك حاجه كويسه. يلا ربنا معاك. ماشي وانت بيها. اريح انا شويه. ايه ده ايه ده؟ ازيك يا حماتي؟ ايه يا جيجي؟ تعالي يا حبيبتي. خير؟ بقول لك يا حماتي، هو انا بصراحه الاوضه دي عجباني من ساعه ما قعدنا فيها. وماله؟
انفذ لك اوضتك بنفس الطريقه كده وبنفس التصميم؟ لا مش قصدي كده حضرتك، انت هتقعدي في الاوضه التانية الصغيره وانا واحمد هنقعد في الاوضه دي. اوضه مين معلش؟ الاوضه دي. انت متاكده؟ ايوه طبعا. هو مش دلوقتي الفيلا دي بتاعت احمد وانا بقيت مرات احمد؟ ايوه. طيب الوضع الطبيعي ان انا اللي اقعد في الاوضه دي وحضرتك تقعدي في الاوضه الصغيره. كويس ان انت لسه فاكره بتقولي حضرتك. اسمعي يا حبيبتي، الاوضه دي بتاعتي انا وجوزي الله يرحمه، ومن بعده بقت اوضتي انا لوحدي. انت تحطي رجلك فيها تحمدي ربنا ان انت واقفه كده، ما تنسيش نفسك وانت بتتكلمي معايا، انت فاهمه؟ انت بتقولي ايه؟ هتطلعي ولا خلي احمد لما يجي يطلعك؟ لا ده واضح ان مامي اتجننت. صح يا حبيبتي؟ طبعا. ماما ايه اللي انت مالكيش دعوه انت بالكلام ده كلام كبار. يلا على اوضتك، يلا على اوضتك شوفي مذاكرتك، يلا اما نشوف. محدش يقدر يمشي حد من اوضتي طول ما انا موجوده. اطلعي بره، ولما يجي احمد انا هخليه يطلقك. يطلقني؟ بيشوفي مين اللي هيطلع من الاوضه. بجد يا ماما اللي انت بتعمليه ده كده مش كويس. ايه ده؟ ايه ده؟ ماما شكلها اتجننت. هي في عقلها حاجه؟ معلش تضحكي عليا انا. يا ملك يلا شوفي مذاكرتك. روحي ذاكري يا بنتي، روحي. ماشي يا بنتي. حصل في عقلها حاجه ولا ايه؟ احمد يخرجني من الاوضه؟ لا 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 لا، ابني ما يعملهاش. ابني اصلا اول ما هقول له على اللي هي عملته هيطلعها هي من البيت كله. يلا يا ملك عشان تشوفي مذاكرتك. بس اللي انت بتعمليه ده كده غلط يا ماما. هو انت هتعلميني الغلط من الصح؟ وانت متخيله ان بابا هيخرج مامته من الاوضه؟ طبعا، ويخرجها من الفيلا كلها. ماما انت ناسيه كل الاملاك دي بتاعت تيتا؟ ما بقتش يا حبيبتي، الاملاك دي بقت بتاعت ابوكي، يعني بتاعتي. بس اللي انت بتعمليه ده كده غلط يا ماما. لا مش غلط، انا ادرى باللي انا بقوله. روحي انت شوفي مذاكرتك، ما تتدخليش في الكلام الكبار ده. يلا يلا ما تضيعيش وقتك. يا مالك انت واقفه كده ليه؟ بابا انا عايزه اقول لك على حاجه. خير في ايه؟ يعني عاجبك اللي ماما بتعمله ده؟ مش فاهم، عملت ايه؟ عايزه تطرد تيتا من الاوضه. تطرد تيتا؟ لا اكيد بتهزري صح؟ والله بتكلم جد يا بابا. هو في ايه؟ وايه المشكله؟ مفيش، روح انت يا ملك. ماشي يا بابا. هو ايه اللي بيحصل يعني؟ ايه اللي البنت بتقوله ده؟ عادي، انا الاوضه الصغيره دي ما بقتش مستحملاها، من حقنا نقعد في الاوضه الكبيره. طب ما هو ده ما ينفعش. لا ينفع لو بتحبني ينفع. انا بحبك وكل حاجه، بس مهما كان برضو ده امي، واللي بتقوليه ده ما ينفعش خالص. لا ينفع يا حبيبي، تروح تقعد هي في الاوضه الصغيره واحنا لينا الاوضه الكبيره. طب بقول لك كفايه قوي ان انا مستحمله كل ده وقاعده في الاوضه الصغيره. طب استني بس واهدي واسمعيني. اللي انت بتقول عليه ده ممكن نعمله، بس مش دلوقتي، نستنى شويه على الاقل، هي لسه كاتبه لي كل حاجه. قدامك اسبوع خلاص، تقنعها ما تقنعهاش انت حر. اسبوع وهنام في الاوضه دي. يلا عديني، انا نازله اشتري شويه حاجات. يا امي ايه قاعده سرحانه في ايه؟ ابدا، موال كده ملوش لازمه، بس يلا مش مشكله. انا عرفت يا ام اللي هو موضوع الاوضه، صح؟ كويس ان انت عرفت يا احمد. دي ما تفضلش هنا في الفيلا خالص. هي مين اللي ما تفضلش يا امي؟ جيجي. ليه يا امي ما تفضلش ليه؟ بعدين هي ما غلطتش. الاوضه الكبيره هيبقى ليا انا وهي، والاوضه الصغيره هيبقى على قدك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت حصل في مخك حاجه؟ دي اوضتي انا باباك، اوضتي طول عمري، ازاي تخرجني منها؟ ايه المشكله يعني انت هتكرهها راحه ابنك يعني؟ وايه اللي تعبك في اوضتك يعني؟ ما انت من ساعه ما اتجوزتها وانت في الاوضه دي، ايه الجديد؟ يعني انت عايزه ايه دلوقتي يا امي؟ عايزاك تعرفها ان انا ما ينفعش اخرج من المكان اللي عاجبني، وان انا اقعد في المكان اللي انا حدده، وما ترفعش صوتها عليا. ده عارفه الكلام ده كان امتى بقى؟ كان زمان مش دلوقتي.
احمد. تحكماتك وكلمتك اللي تمشي كانت زمان يا امي. ليه ان شاء الله؟ ايه اللي اتغير عشان خاطر كتبت لك كل حاجه؟ بالظبط. انت بقى عايزه تاخدي زمانك وزمن غيرك. انا كل حاجه بقت باسم دلوقتي. يعني انا بقى عايز اعيش حياتي واتمتع واعيش دنيتي. انسي بقى ان كلمتك تمشي والكلام ده كله. وبالنسبه بقى للاوضه هتخرجي منها، مش هتقعدي فيها ومش بمزاجك، لا غصب عنك. ولد انت اتجننت. واضح بقى انك هتتعبيني وقعدتك في البيت هتسبب لي مشاكل. احمد صوتك عالي عليا. اسمعي، اصل جيجي انا بحبها ومش هستنى لما انت تخربي عليها حياتي. انا امك. خلاص انسي. انا عندي بقى فكره احلى. مش انا كنت بقول لك هتروحي الاوضه الثانيه؟ كاني ما قلتش الكلمه دي كده ومسحيها خالص كده. وتعالي بقى اقول لك حاجه جديده. انا من رايي تروح عند اختي. ايوه روح عند اختي، عيشي معاها، هي اولى بيكي. هتلاقيها بقى بتخدمك واقفه جنبك ومعاكي، عشان انا مش هقعد كل شويه على قد الوش والمشاكل. انا خلاص عايز اعيش حياتي واتمتع بالفلوس اللي عندي. مشاكل ايه؟ انا ما جبتش مشاكل، ده مكاني طول عمري. ايه الجديد؟ طب بقول لك ايه يا امي، تحب تروح عند اختي ولا اوديكي دار مسنين؟ اطمني والله ومالك عليها حلفان يا امي، هتكفل بكل مصاريفك من جنيه ل100. فاختاري. انا اديتك حلين، شوف عايزه تعملي وايه اللي هيريحك وانا معاكي فيه. اصل انا يا امي اهم حاجه عندي راحتك. اخرج بره يا حيوان. طب انا قلت اللي عندي، نص ساعه هغيبها عن البيت، ارجع ما الاقيكيش، عشان ساعتها هشيل كلمه امي دي وهتشوف وشي تاني. بقول لك بره. لا ده المسنين. انا اللي عملت كده في نفسي. ده ايه؟ ده ذنب نور ولا ده ايه؟ طب اروح فين؟ اتكلم معاه تاني؟ لا مش هتكلم معاه. هتروحي فين يا وفاء؟ بطلي عجرفه وتنطيط على الفاضي. هتروحي فين دلوقتي؟ ايه ده يا حبيبتي، انت كنت فين؟ كنت بجيب حتتين الذهب دول، مش ياكلوا حته من ايدي؟ اكيد طبعا. تعالي بقى عشان اقول لك على اللي انا عملته. عملت ايه؟ طمني. بالنسبه لامي خلاص انا قررت امشيها من الفيلا خالص. ايه ده معقوله؟ يعني مش هتقعد في الاوضه الصغيره؟ ولا صغيره ولا كبيره. فانا عايزك بقى دلوقتي كده تطلعي تيجي تساعديها انها تلم هدومها، وانا اغيب ساعه ارجع ما الاقيهاش. هوا ماشي؟ ثواني وهتلاقيني فوق عندها بلم هدومها معاها. معقولة؟ هتروح فين دي؟ يلا أنا مالي، تروح مطرح ما تروح، تروح لنور، تروح هنا، تروح هنا، أنا مالي. أروح فين أنا دلوقتي؟ أتصرف إزاي؟ حماتي حبيبتي، أنا جبت الشنطة أهي عشان ألملك هدومك. مش محتاجة واحدة زيك تلملي هدومي. ما أنا قلت من الأول كنت رضيتي وقعدتي إيدك جنبك صغيرة. بره. بره؟ انا بتقولي لي بره؟ يبقى مش خساره اللي هو هيعمله فيكي. استحملي وانا اللي جايه اساعدك. تساعديني يا عقربه؟ ايوه بقلبي وطيبه قلبي وحنيتي. واخده على شغل الحواري واقفه ورا الباب وتسمعي. ده اللي هو انا؟ يلا يلا عشان تلحقي تلمي حاجتك قبل ما يجي. قدامك نص ساعه وتبقي بره. شوفي هتروحي فين. كده يا احمد تخلي واحده زي دي تتكلم مع امك بالطريقه دي؟ اخصى عليك، اخصى عليك يا ابني. بس الغلط مش غلطك، الغلط غلطي انا اللي ظلمت وانا اللي لازم اتحاسب. انت هتقعدي تعددي؟ يلا يا ست انت. الو ايه يا نور؟ بقولك ايه، مامتك مش مريحه مع اخوكي وفي بينهم مشاكل، ومن الاخر كده هو طردها، فلو تحبي تيجي تاخديها يكون خير وبركه بدل ما تقعد في الشارع. انا قلت اكسب فيها ثواب.
لا ما انت ما تعرفيش، ما هي كل حاجه دلوقتي بقت باسم احمد. ماشي مع السلامه. والله ما انا عارفه افرح ولا ازعل ولا اشمت ولا ايه. شوفي الدنيا ظلموني وجم عليا، وفي الاخر بتدور، وامي زي ما ظلمتني اتظلمت، وزي ما قهرتني اتقهرت. نور مالك بتكلمي نفسك ولا ايه؟ والله مش مهم، انا هجيب لك خبر. بصي عايز خليك تطيري من الفرحه. ازاي مش مهم؟ انت ما تعرفش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مش امي كتبت كل حاجه لاحمد اخويا، وبعد كده طردها من البيت، ومرات اخويا بتكلمني بتقولي تعالي خديها. طب وامك هتروح فين؟ تروح مطرح ما تروح. لا ما احنا نجيبها تعيش معانا. تعيش معانا فين؟ ازاي هتقدر تعيش معانا؟ انت مش شايف وضعنا؟ لا مش عارف مناخيرها في السما ازاي؟ ما انا مش راضي اقول لك على المفاجاه، انا بقول لك عايزك تفرحي، وعلى العموم وانا اقول لك ليه. تعالي معايا، تعالي معايا. زي فين؟ هوريكي اللي عمرك ما شفتيه. هتوريني ايه؟ تعالي بس معايا. يلا. ما قلتلك كنت رضيتي بالاوضه الصغيره؟ اديكي ماشيه من الفيلا كلها. ما تقفيش في وشي. ايه رايك بقى يا نور؟ ايه ده يا عماد؟ ايه الهلمه دي يا عماد؟ الهلمه دي بقى بقت بتاعتنا احنا، ومش دي بس، لا وفي واحده زيها تاني، وفي كام فدان بتوعنا. بتاعتنا احنا؟ ايوه، ما هو الاستاذ محمود الله يكرمه، انت عارفه اللي ما بيخلفش، فكمني شافني بقى اللي انا شغال معاه وتعبان معاه وامين على حاله، وهو سافر كتب لي كل الحاجات دي بقت باسمنا. والله؟ والله العظيم. يا فرج الله، بصحيح. شفت يا نور؟ مش قلت لك اصبري؟ الحمد لله يا رب. ربك هيعوض. الحمد لله. احنا بقى لو كنا سمعنا كلام. اوعى تكون بتضحك عليا. لا والله العظيم بتاعتنا، وبالاماره كل ده بقى بتاعنا احنا؟ كل ده بقى بتاعنا احنا. وخدي بالك احنا بقى هنجيب ايه؟ مامتك تعيش معانا هنا. ايوه. انت شايف كده؟ ده طبعا اللي انت شايفه، بس الحمد لله ربنا عوضنا. انا قلت لك مش عايزك تزعلي. ده احلى من الفيلا اللي هناك اللي فرحانين بيها. لا ولا الفيلا الثانيه، بس دي بقى ايه؟ دي القريبه قلت هجيبك فيها، ولسه بقى الاراضي يعني خلاص ما بقيناش محتاجين اي حاجه خلاص، وهتجيبي اللي انت نفسك فيه كله يا نور. ربنا يخليك ليا يا رب، انا والله ما مصدقه نفسي. وتعالي اوريكي حاجه ثانيه، ده لسه المفاجآت ما خلصتش. لا قول والله. تعالى تعالي. ايه رايك بقى في العربيه دي؟ الله، العربيه دي بقت بتاعتنا. لا بس للاسف ما بعرفش اسوق. بس انا بعرف. ما انا عارف، بس انت بقى ايه، اسوقي وخلاص وانا اقعد جنبك ولا ايه؟ لا بتاعتنا دي. ايوه هسوقها. لا انا اللي اسوقها، بس انت تعلميني السواقه. بسوقها انا كمان لما اكون مش معاكي. ماشي، هروح اشتري لبس كده بقى والبس واغيظهم زي ما كانوا بيغيظوني. لا بقى بقول لك ايه، مش عايزين شماته، احنا ربنا كرمنا عشان ما قبلناش حاجه حرام. الحمد لله. حلوه قوي يا عماد، تسلم ايدك. تعالي بقى اوريكي الفيلا. كل الهلومه دي بقت بتاعتنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. ولسه تعالي بقى اوريكي بقى الفيلا. والله اللي بيصبر بينول بصحيح. عرفتي؟ والنبي صبرت ونول. الرضا حلو. الحمد لله. ترضى يا نور باللي ربنا كاتبهولك، ربنا يديكي اكتر واكتر، كل ما تحمدي ربنا كل ما يديكي اكتر واكتر. الحمد لله، ربنا يخليك ليا. تعالي. يلا. انت مفكره ان انت خلاص كده انتصرتي؟ يلا ما تسمعش. يلا امي. نور. ايه يا حبيبتي؟ مالك يا ماما؟ انت ايه اللي جابك؟ جاي اخدك معايا. تاخديني فين؟ هو انا مش طردتك وكتبت كل حاجه باسمك؟ انتي امي وهتفضلي طول عمرك امي مهما حصل. بعد اللي عملته فيكم. هو ايه يعني يا حماتي؟ ده بنتك، ضربتيها، زعقت لها، في النهايه انت مامتها. وانت؟ انا هبت فيك كتير وهنتك كتير قوي، وكلمتك ياما بعجرفه وما كنتش حتى برضه اسلم عليك. انت برضه امي، وعادي، المسامح كريم يا امي. شفتي يا ماما ابن الاصول؟ شفتي اللي انا اخترته؟ انت بتقولي الكلمه من قلبك، مش زي ما بسمعها من ابني. الله ده في حفله بقى وانا مش معزوم. والله يفيك الخير يا نور انك جايه عشان تاخد امك. اكيد فيها الخيره. طب ايه بقى؟ انتوا هتقفوا هنا كتير ولا ايه؟ احنا عايزين نرتاح شويه. ما تقلقش، يلا احنا واخدينها عشان حضرتك تستريح. ايوه
بديك اخر فرصه ان انا ما امشيش من البيت اللي هو كان في الاساس بيتي. احمد كان فعلا ما مبني على الكلام الفاضي. بقى عندك بيت تاني يا ماما. شوية الصعبانيات اللي بتعمليهم دول مش هياكلوا معايا ولا هيجوا معايا سكة. انت جاحد كده ازاي؟ توفري على نفسك وتاخدي. احترم امك. بقول لك اخرسي يا بت. انا هعيش ازاي عند جوز اختك اللي حاله على قده؟ انا مش بعيب فيك والله، ولكن انت مش ناقص عبء زياده. انت مش عارفه يا ماما ربنا كرمنا. استني. ربنا كرمنا وبقى عندنا فيلل وبقى عندنا عربيات وبقى عندنا حاجات كتير قوي. ايه ده ازاي؟ انا هقول لك يا حماتي، الباشمهندس محمود اللي انا كنت شغال معاه فشافني ان انا راجل امين وبخاف على حاله، هو كده كده ما بيخلفش، وجات له سفريه بره وهيعيش بره طول عمره، فكتب لي بقى كام فيلا واداني كام عربيه. تنورينا الحمد لله. ما شاء الله. جعان بقى بيعرف يتكلم اهو. ايوه بس كل ما تقلش ادبك على جوزي. ما تتكلمش عن الجعان. هتروحي عنده ولا اوديكي دار مسنين؟ ده صنين في عينك امي. سيبهم يا طب يلا بقى خلاص كفايه انا صدعت. انا مش همشي، مش هاجي معاكم. لا انت تيجي معانا. لا يا ماما. انا همشي اروح اي مكان لا تاني. يا ماما لا يا ماما لا، انا ما سيبكيش ابدا. يلا يا عم. يلا يا امي. يلا يا ماما. ما شريتكيش الارض جاحد. دماغي. يلا خليها تنفعك. ايوه طبعا هنفعه. هو انت ليك في الدنيا غيري؟ لا طبعا. استني يا تيتا. ايه يا مالك عايزه يدخل اوضتك؟ لا مش داخله اوضتي. بقول لك تيتا خلاص ما بقاش لها مكان هنا. لا الفيلا دي بتاعتها وهتفضل طول عمرها بتاعتها. انت اتجننتي يا بنت ولا انت بتعرض ابوك وبترد على ابوكي؟ الورقه اللي انت فرحان بيها ده العقد. طلع على عمتها. انت بتعملي ايه يا اللي مجنونه؟ انت عملتيه ده انت بنت اتجننتي؟ اوعى تيجي انت اتجننتي؟ انت ايه اللي عملتيه ده؟ ربنا انت غلط يا ماما اللي انت بتعمليه ده. هو ده تربيتي ليكي؟ هو ده اللي انا علمتهولك؟ ده عدل ربنا. عدل ربنا ايه؟ بقول لك ايه؟ يلا اطلعوا بره. انت اللي تطلع بره. انت تلاقيكي اللي وزتيها تعمل كده. ما تمديش ايدك على انت اللي امي. قلت لها تسرق العقد. لا ما حصلش، لكن ربنا له حكمه ان انت يطلع بنتك ارحم منك ومن ابني. انت بنتي انت، يلا غوري من وشي. اوعي ما تمديش ايدك عليها. وبعدين يا احمد؟ وبعدين يلا هنعمل ايه؟ الشنطه اللي انا لميتها هفضي منها هدومي وتحطوا فيها هدومكم انتوا الاثنين، يا اما هرميها في الزباله. يا امي دلوقتي بقت امك. بنتي اللي طردتها قدامك بنت عمته. حبيبتي وعيرتها وعيرت جوزها، دلوقتي جايه هي اللي تنقذني من الشارع. احمد اما انت يا جشع يا حيوان كتبت لك كل حاجه وبترميني في الشارع. بره يلا على الشارع. يلا بره. دي بس هتتربى احلى تربيه. ده ابنك اللي ملوش غيرك. ابني كان بيرمي امه حالا. يا امي طب اسمعيني ابنك بس. طب اديله فرصه، اديله فرصه. هو غلط، ادينا فرصه بس. اسمعيني. ادينا فرصه. الغلب رجع حقك عليا انا غلطان. انا غلطان سامحيني. طب بره طب بقول بره. باي حبيبتي. حبيبتي يا عمي. يلا بوسي تيتا. يلا يلا يا ماما يلا. معلش يا تيتا. ربنا كبير الحمد عماد لله. ايوه يا حماتي. انا ممكن ما اعتذرش لبنتي لان زي ما انت قلت هي بنتي، اعمل فيها اللي انا عايزاه، لكن انت لو ما قبلتش اعتذاري انا مش هسامح نفسي صدقني. لا يا حماتي، انا كده كده مسامحك لان انا بعتبرك زي امي بالظبط. طيب سيبوا بقى الفلل وسيبوا الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها دي، اجروها. عايزين تاجروها اجروها. تعالوا املحق عليا حياتي هنا واقعدوا مع ملوكه عشان خاطري، ما تسيبونيش لوحدي تاني. انا خلاص اتعلمت وعمري ما هقسى عليكي تاني يا نور. ما تقوليش عشان خاطري انت تأمري، انت تقولي لنا الامر كده واحنا ننفذ. نور معلش يا عماد عشان خاطري، معلش عشان خاطري. وحياة غلاوة ربنا عندك. ماما اول مره تطلب منك طلب. على العموم انا كده عرفت اصلا ان مش هيبقى ليك اي حد، فعادي هنا او هنا واحد.